يا مساء الهنا، يا مساء السعادة على السكر الزيادة. ازيكم يا احلى اهل ويا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى اهل ويا احلى اخوات. زي ما انتم شايفين هنعمل النهاردة المكرونة المبكبكة باللحمة الضاني. حاجة كده فاخر من الاخر، تحفة بجد. جربيها هتعجبك جدا جدا. انا مش بشرط عليكي بلحمه ضاني، انا عاملاها النهارده بلحمه ضاني. حابه تعمليه اللحمه العاديه اللي هي الكندوز، اللحمه البقري، اللحمه اللي بلاش لحمه خالص واعمليها بفراخ مفيش مشكله، هتبقى معاكي تحفه. وكمان حابه تعمليها برضو تستبدلي لحمه، لا لحمه ولا فراخ، ممكن تعمليها بكبده بنفس الخطوات، هتبقى جميله جدا جدا. انا معايا النهارده زي ما انتم شايفين كده، دي اللحمه ما شاء الله عليها جميله، دي لحمه ضاني طبعا بعضمها زي ما انتم شايفين كده. معايا الحله بتاعنا حاطينا فيها كميه الزيت بتاعي اللي انا محتاجاها. طبعا على حسب كميه المكرونه اللي انت هتعمليها حطي الزيت. هنسيب بس الزيت بتاعنا يسخن كده زي ما انتم شايفين، وهنبدا ننزل بقطع اللحمه بتاعنا. حابه تقطعي القطع بتاعك صغيره شويه مفيش مشكله، ايه اللي يريحك اعمليه. المبكبكه دي يا جماعه اكله ليبيه، بس هنعملها النهارده على طريقه الست المصريه. المصريه مفيش اشطر منها، محدش يتكلم يا جماعه. احنا بنقول المصريين ما بيقعوا بيسدوا، وفي اي وصفه بيتلاقوها، سواء ليبيه سواء عراقيه سواء امريكيه، فالست المصريه بتلاقيها في اي مكان وفي اي وصفه. بنتبل اللحمه بتاعنا زي ما انتم شايفين بشويه فلفل. انا طبعا مش هتبل اي توابل خالص دلوقتي الا لما اللحمه تتشوح معايا، انا مش هحط لها اي توابل غير فلفل اسود بس. هناخد اللحمه بتاعنا كده على نار عاليه، هتاخد الصدمه وتاخد اللون زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده بجد يا جماعه جميله جدا جدا اهو. وهنبدا كده طبعا اللحمه بتاعي اتشوحت، هنبدا نقلبها على الجنب التاني او الوش التاني اهو. طبعا الفلفل الاسمر كده عادي ريحه خطيره للحمه. طبعا لا حطينا توابل ولا حطينا اي حاجه، مش هنحط ملح برضو دلوقتي لما اللحمه بتاعي كده تتشوح تشويحه كامله اهو. ما شاء الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. والا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا بنقول صلوا على النبي، وكل من له نبي يصلي عليه. اخواتنا المسلمين يصلوا على الرسول، واخواتنا المسيحيين يصلوا على نبيهم. زي ما انتم شايفين كده اللحم بتاعنا خدت اللون وخدت الشكل وخدت الريحه. يا ريتكم كمان كنتوا شامين الريحه بتاعي مع الفلفل الاسود واللحمه الضاني، حاجه كده خطيره اهو. كده خدنا اللحمه التشويحه على الجنبين، وهنبدأ نحط لها. هتحطي ايه تاني يا منى؟ استنوا معايا بصل مقطعاه مكعبات ناعمة اهو. انا مقطعه البصل ناعم زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده اهو. وهنبدأ ننزل بالبصل زي ما انتم شايفين، ونقلب البصل مع اللحمة تاخد تشويحة. انا مش هحمر طبعا البصل، انا مجرد بس هاي البصل بتاعي هيدبل زي ما انتم شايفين كده اهو. بنقلب كله مع بعض. المبكبكه دي يا جماعه اكله شتويه بتبقى خطيره، حاجه كده بتدفي وحاجه كده تحفه. بس انا عملتها النهارده بناء على طلب اخواتنا وحبايبنا. انا ليا كذا اخت طلبتها مني المبكبكه دي، فقلت لها هعملها لك، وانا وعدتها ان انا هعملها لها. ففعلا انا عملتها النهارده بناء على طلبهم. وكان في حد كمان معانا في ابلكيشن تاني طلب المبكبكه دي، وانا حبيت برضو البي الطلب ليه. زي ما انتم شايفين كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تركزوش معايا يا جماعه، لان انتوا عارفين ان اختكم منى بتنسى خالص والزهايمر شغال. معايا كده راس توم او 5-6 فصوص توم على حسب ما انت بتحبي كميه التوم. انا معايا التوم طبعا انا مفرزاه، طلعت كده قيمه 5-6 فصوص توم كبار كده وحطيتهم في المبكبكه او على اللحمه المتشوحه، حاجه كده والله تحفه. يا دوبك كده هتشمي ريحه التوم وهتنزلي معايا
دي ايه يا منى؟ دي بابريكا يا جماعه، شايفين؟ نص معلقه بابريكا كده زي ما انتم شايفين اهو. اهم حاجه في المبكبكه عشان تدي معاكي اللون المظبوط واللون الصح البابريكا. بس بصراحه انا مش عارفه البابريكا بتاعي النهارده لونها غريب جدا. البابريكا عاتيه بلون احمر قوي قوي قوي، مش عارفه هي البابريكا دي الاصلي ولا ايه بالظبط، انا مش عارفه. انا ما كانش عندي وبعت ابني يجيب لي البابريكا فجابها لي كده. هنحط توابل ايه تاني؟ هنحط 7 بهارات او ايوه هي ال7 بهارات. بصي ال7 بهارات دي شامله كل حاجه، هتدي طعم برضو وريحه جميله جدا للمبكبكه. حابه بقى تزودي فلفل اسود براحتك، مش حابه برضو كفايه تستكفي باللي انا حطيته، وانا استكفيت فعلا باللي انا حطيته. ونشوح كده البهارات كلها مع بعضها، بهارات 7 بهارات والفلفل الاسود والبابريكا. ونحط كمان فلفل احمر اللي هو ده، انا كان عندي القرنين الفلفل اللي في التلاجة دول احمر. حابه بقى تستخدمي اخضر براحتك، بس انا حبيت الاحمر. هحطهم زي ما هما كده مش هقطعهم. وهننزل بعد الخليط ده كله ننزل بالطماطم المصفيه. انا مصفيه طماطم فرمتها في الخلاط وصفيتها بالمصفى. انا عايزه الطماطم بتاعي ما يكونش فيها اي نسبه قشور من الطماطم او اي نسبه قشر من الطماطم. بس ناخد طبعا تشويحه كويسه جدا كده مع البهارات والفلافل على النار. اهي شايفين الطماطم بتاعي حاجه كده جميله جدا جدا، الطماطم ناعمه كده ومتصفيه زي ما قلت لكم. حط كل الكميه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، ونسيب اللحمه بتاعي مع الصلصه دي مع التسبيكه دي تتسبك. طبعا هنسيبها 10 دقايق على نار عاليه، وهتسبكيها وتطلع معاك النتيجه المظبوطه. تخليها نار وسط، تسبكي التسبيكه دي على نار وسط هتبقى ما شاء الله عليها. وهنحط كده شويه الملح بتاعنا اهو. طبعا اللحمه دي طبعا مع التشويح خدت تقريبا نص السوا، والنص السوا التاني هنخليه مع الصلصه او الطماطم. وادي شكل التسبيكه بتاعنا بعد ما اتسبكت ما شاء الله ما شاء الله. شايفين لونها جميل جدا جدا. وهنبدا نزودها الميه، ميه من الحنفيه عاديه خالص يا جماعه. ما حدش بقى يحبكها زياده ويقول لك لازم ميه مغليه. ما تحبكيها ليه؟ ما انت هتحط الميه المغليه، لان كده اللحمه بتاعي استوت. اللحمه بتاعي خدت كميه او نسبه السوا بتاعها الكامله، فالميه اللي جايه من الحنفيه مش هتاثر عليها خالص. احسن يقول في ناس كتير او قنوات كتير يقول لك لازم ميه مغليه. اصل هي كده كده اللحمه استوت خلاص، مفيش اي مشكله. اهو ناخد بقى كده غلوه كده مع الميه مجرد ما هتغلي هننزل بالمكرونه بتاعنا. انا معايا كده كميه المكرونه بتاعي دول كيلو من المكرونه ما شاء الله اهو. وهبدأ كده اقلب المبكبكة. طب ليه سموها مبكبكة يا جماعة؟ احنا مش بنختار اسامي، احنا جاي لنا الاسم كده من ليبيا. احنا قلنا الاكلة دي ليبية، فاحنا بنقول اللي بطريقة الست المصرية المكرونة بالمبكبكة على طريقة الست المصرية، او المبكبكة على طريقة، بلاش نقول طريقة عشان محدش يقول الست المصرية مخترعاها، لا. المكرونه باللحم بس اسهل طريقه. بلاش نقول مبكبكه دي، لان المبكبكه دي ما حدش لها في حد فاهم اسمها. هل انتوا فاهميني طبعا انا اقصد ايه؟ لكن مكرونه باللحم هي كده مكرونه باللحم اهو. طبعا النار عاليه وهنقلبها كده بعد ما تبدا تغلي وتشرب معايا. احنا طبعا بنزود المكرونه المبكبكه دي، حابه تزودي معاها نسبه الميه شويه لان هي مبكبكه لازم بيكون فيها نسبه من الصوص بتاعها او من الميه بتاعها. بس انا ولادي مش بيحبوا الصوص اللي هو نازل من المكرونه، قالك احنا عايزين مكرونه ناشفه، فانا نشفتها لهم. احنا طبعا كل واحد وله رايه، وانا بعمل طبعا اللي ولادي عايزين ياكلوه، مش هعمل لهم حاجه ما يرضوش ياكلوه اهو. وادي المبكبكه بتاعي بعد ما اتشربت واستوت معايا وبقت ما شاء الله. شايفين لونها وجمالها؟ ويا ريتكم معايا كنتوا شامين ريحتها وضايقين طعمها، بجد طعمها حاجه كده تحفه.
شايفين حاجة والله العظيم جميلة جدا. انا وطيت عليها النار مجرد 5 دقايق بس تتشرب معايا، لان ولادي مش عايزين الصوص اللي فيها. ولادك عايزين الصوص اللي فيها وحابين ياكلوها بالصوص، نزليها كده وهي بتبكبك كده وقلبها كده في الطبق على طول. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. وادي المبكبكه بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، وما شاء الله بألف هنا وشفا للي كل منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللحمه والله يا جماعه دايبه دوب، حاجه كده جميله جدا جدا. اللحمه مستويه قوي 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 قوي، عجميه ملبن، حاجه كده بتدوب في البق. والمكرونه طبعا جميله، حاجه والله التحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش باللايك وتعليق كويس منكم، لانه انتوا اخواتي وعلى راسي وتشرفوني في قناتي المتواضعه. ويا ريت وصفاتي تعجبكم بجد. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.